مليتي من موضوع الطرح في الدرج؟ مليتي ان انت مثلا بتبقى عايزه الطرحه ومطبقاهم ومظبطاهم، وتيجي بقى في لون محتاجاه معين ومش عارفه تطلعيه، بتيجي تطلعيه بقى تلاقي تبوظي كل الطرحه اللي كنت مطبقاها في الدرج كده فوق بعضها، وتبقي ملفاهم كده وعاملاهم رول ومتلففين فوق بعضيهم، ومش عارفه بعد كده تطلعي ازاي بقى الطرحه، وتسيبي بقى الدرج بقى متلعبك ومتبهدل كده. طب ما تيجي ناخد فكره جديده ممكن تريحنا جدا، وتبقى متاخدش عندنا مكان في الدولاب، والدرج نستفيد بيه في حاجه تانية. تعالي بقى نشوف ممكن نعمل الطرح بقى بطريقه سهله واحسن، وانك هتبقي كوياهم كده ويفضلوا متطبقين ومتظبطين لحد ما يجي ايه الميعاد اللي انت هتخرجوا فيه او هتستقبلي حد. يا دوب تسحبي الطرحه كده وتاخديها وتبقوا باينين قدامك كلهم متظبطين ازاي والالوان اللي انت عايزاه. تعالي نشوف. انا مثلا عندي في دولابي الشماعه دي مثلا اهي، بصي الشماعه دي بتريحك ان هي ما بتاخدش منك مكان في الدولاب، وبتقدري بتحطي عليها الطرح، بتلفيها كده بعد ما تكويها بتلفيها زي كده، زي ما بشوفها في محلات الطرح. في ناس كتير ما بتبقاش عارفه يعني استخدام دي بقى في الطرح بس، وبتستخدم في حاجات كتير. ممكن لو انت بتحبي تنشري عليها الملابس الداخليه بتحطيها في الحمام، وبتظبطي في بدل اللي هي ايه ممكن اللي هي بتتجاب اللي فيها مشابك دي مش بتدوم كتير، لكن ديت بتبقى احسن. ممكن بتعلقي في في الحمام بتعلقي فيها عليها اي حاجات كده من ملابس الداخليه او اي ملابس تانية صغيره مش بتحبي تنشريها في وسط اللبس. بصي كده دي بتبقى افضل طريقه كده للطرحه، انها تتظبط زي كده وتبقى قدامك الالوان كلها. انت لو محتاجه لون بتفرزي كده وبتشديه، احسن من ان انت بتبقى مثلا حطاهم فين، حطاهم جوه الدرج زي ما بنعمل كلنا كده وبنلفهم زي كده. الطريقه دي بتضايقك، يعني بتفضلي حاطه الطرحه فوق اختها وفوق اختها فوق اختها، حتى لو مرصصاهم فوق بعض بتيجي في يوم بتجيبي طرح تاني، طب هتحطي فوق بعضيه عايزه اسحب لون باجي اشد ببوظ اللي فوقيها وهكذا، ويجي الدرج بقى بايظ، ويجي في يوم بقى مش عارفه الطرحه دي متشبكه في الطرحه دي. ده مش اسلوب، مش حلو. الطريقه دي افضل طريقه. الطريقه ديت بتريحنا كتير وبتجيب لك كل الالوان اللي انت عايزاها. اتمنى يكون معلومه النهارده عجبتك وتستفيدي بيها وتفيدي بيها غيرك ان شاء الله، واشوفك في معلومه افضل واحسن باذن الله. يلا اشوفكم بخير واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.